بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة درسنا هيكون كيف تكون اقتراح أو إزاي تقدم اقتراح أو طرق مختلفة للاقتراحات. أولا عندي أول أسلوب هيكون why don't we. why don't we دي تركيبة على بعضها بيجي وراها مصدر الفعل. أقول why don't we go out this evening، لما لا نخرج هذا المساء. اللي بعد كده هيبقى let's دي بمعنى هيا بنا، بيجي برضو وراها مصدر الفعل. اقول let's go to the cinema كمثال عليه، يعني هيا بنا نذهب الى السينما. عندي كمان how about بمعنى ايه رأيك او ماذا عن، بيجي وراها الفيرب في ing. اقول how about going for a walk in the park، يعني ايه رأيك لو نتمشى في الحديقة. عندي كمان اسلوب تاني اللي هو shall we بمعنى هل ممكن او هل يمكننا، بيجي وراها مصدر الفعل. اقول shall we have lunch at a restaurant، هل يمكننا تناول غداء في المطعم. اسلوب اخر اقول I suggest، يعني انا اقترح. we visit the new cafe، يعني انا اقترح زيارة او ان احنا نزور الكافيه الجديد. بعد كده what about ديت زيها زي how about فوق اللي احنا قلنا عليها، وبيجي وراها verb ing. what about كمان بيجي وراها verb ing. اقول what about watching a new movie، ايه رأيك لو نشوف فيلم جديد. وده كان الاساليب المستخدمة للاقتراح بكل بساطة بكل سهولة. في منها اللي على هيئة سؤال وفي منها اللي على هيئة جملة خبرية.